فيفا ثاني أكثر لعبة ضيعت عليها وقت. روتيني اليومي كان أرجع من المدرسة وشغل فيفا ونلعب أنا وإخواني. وبما أنه جزء جديد على أبواب، خلينا نتكلم عن أكثر شيء أحبه بهاي اللعبة. مو الألتيميت تيم ولا الدرافت ولا البرو كلوب، الشيء الوحيد اللي ممكن يخليك ترجع على أجزاء قديمة بعد سنين طوال، الكارير مود، وبالتحديد كارير اللاعب. لين خلينا نكون صريحين، كارير المدرب صار ممل. سوي نادي، اختار اسم، اختار موسيقى، اختار لقب، اختار مدرب لياقة، وكثير شغلات المفروض أنا في غنى عنها. ولكن كارير اللاعب شيء بسيط وخفيف. أول تجربة لي مع هذا الطور كان في فيفا 14، واللي كان شيء أسطوري من البساطة. تلعب ومن خلال مجريات المباراة يتطور لاعبك، ماكو تدريب أو نقاط تصرفها على طاقات مثل بيس 13 مثلا. لا، اللي يصير بالمباراة هو يحدد طريقة لعبك. يعني مثلا جبت ضربة حرة، راح تزيد عندك الضربات الحرة نقطة واحدة، أو إذا راوغت يزيد عندك المراوغة. نظام بسيط يشجع على اللعب بالمقام الأول. تقدر تطلب انتقال أو إعارة، تقدر تلعب في ريال مدريد من البداية أصلا، ولكن أكيد ما راح تحصل مكان بالتشكيلة، ولازم تطلب إعارة وترجع لما تصير أقوى حتى تحصل مكان بالتشكيلة. وهذا شيء عاجبني بصراحة، مو لأنك اللاعب الأساسي راح تحصل مكان بمستواك الضعيف. ماكو أشياء كثيرة تقدر تسويها بصراحة. تلعب، تتطور، تشوف أخبار وبس. تقييم فيفا 14 بسيطة زيادة عن اللزوم من 10. ننتقل كم جزء إلى فيفا 19، واللي يا ساتر قد قوائم هاي اللعبة شيء جبار. أعتقد أي نسوا شلون يسوون قوائم بأجزائهم الجديدة. بالله شوف هاي الصورة، شيء يفتح النفس، وشوف وقارن بالوضع الحالي. المهم، الكارير بعد 5 أجزاء صار بتغييرات كافية نتكلم عنها. صار أكو تدريب، تقدر تطور الشغلات اللي صعب تسويها بالمباراة. يعني مثلا انت ما تعرف تراوغ، بالاجزاء القديمه تحتاج تراوغ بنص المباراه حتى تتطور. اما في هذا الجزء تقدر تتدرب على المهاره قبل ما تسويها بالمباراه. واهم تغيير من وجهه نظري القدرات. صرت تقدر تضيف قدرات للاعبك، تسديد اقوى، باصات ادق، مراوغات، واللي فعلا تفرق اثناء اللعب. صرت اجيب عرضيات من اماكن مستحيل اسويها قبل المهاره. والشيء الحلو تقدر تبدل هاي القدرات باي وقت. مثلا في نهايه الموسم تصير مباريات كثيره في وقت واحد، تقدر تبدل واحده من القدرات، قدره تزيد لك الاستامينا، تلعب، تتطور وتشوف اخبار. واللي بصراحه تضيف جو للعب. هاي صوره الي ويا كاس العالم، وهاي صورة إلي ونجوم العالم، وهاي صورة إلي. لا خلاص، هاي اللعبة شيء محترم بصراحة، أقيمها محترم من 10. نمشي بالزمن 5 أجزاء إلى فيفا 24، ويا لها من لعبة. أدري إنه الألتيميت تيم سيء، أدري، بس والله الجيم بلاي بهذا الجزء شيء جبار. باصات، ضربات حرة، مراوغات، كل شيء مضبوط. بالنسبة لكارير اللاعب أيضا تطور بشكل كبير، وأهم تغيير موجود هو شخصية اللاعب. متمرد، ماهر، أو لاعب المنظومة. تجمع نقاط من خلال أنشطة تصرف عليها فلوس. أي نعم، صرت الآن تستفيد من راتبك اللي تاخذه من النادي، تصرفه على نشاطات أو استثمارات تزيد بيها فلوسك أو نقاط المهارة، وأكيد من خلال لعبك وأدائك بالملعب. والشيء الحلو إنك ما تقدر تجمع 3 أشياء مع بعض. إذا تيجي تصير متمرد مثلا لازم تضحي بلاعب المنظومة. الخلاصة إنه اللعبة شيء جبار، أقيمها جبار من 10. والآن خلينا ناخذ دقيقة نشوف بها تتويج بكأس العالم مع البرتغال. Make sure of the victory, turn a 1-goal lead.